السلام عليكم، واش راكم صافا؟ انا لاباس ان شاء الله كامل تكونوا بيان. الوصفه تاع اليوم حندير لكم الرز الجربي التونسي، خاش معروفين به توانسه. مام هنا كاين بزاف بلايص يديروه جهه الشرق. ليسونسيال الرز انا غسلته شللته مليح وحطيته، وزدر تاع الدجاج انا ما تصدر ولا مي باستر على حسب الكميه. غسلته مليح بالخل وقطعته صغير صغير وحطيته. معدنوس زروديه والجلبانة شوية شوية، وهنا درت نص حبة بصل وزوج سنينات تاع الثوم قطعتهم صغير صغير، والسلق انا هنا درت ربطة ماشي كبيرة صغيرة كيما على بالنا كامل السلق يشرب يولي غير شوية يبان برك بزاف السلق ومصح هو كي يطيب يولي قاع والو يدبال كامل. ليسونسيال هنا وجدت لاصوص اللي تجي لداخل مغرفة طوماطيش تاع الباطا، العكري، فلفل الكحل، الملح، درت له هنايا شويه كركم ماشي حاجه، والقزبر خلطوها مليح مليح، ودرت ابي حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت، وهنا تاني شويه ما ابي بخي 2 مغارف تاع الماء باش لاصوص برك تتحل هاد لاصوص. سيو خلطوها كامل باش تجي كامل داخل الرز. حركتها كامل هنا خلطتها مليح طول ما يتغلى مقبل باش نحطوها تفور. برك هنايا الكسكس ديروا لداخل الفراشط باش ديروا 4 مغارف، زوج هكا وزوج الكونتخاخ دوك كيما راهو يبان. هنايا علاش ديروا الفراشط؟ باش كي تغلوش كي تغليو جلبانه ولا الماء هذا كامل يطلع، باش نورمالمون باش الماء ما يطلعش، والصح ما يجيش كامل زعما مش مخبل ما ولا. حتى الرز ما جاش كاع معجن، جا حبه على حبه. والله غير بزاف هايله الوصفه هذه. هنا راني حطيته كامل في الكسكاس وحطيته يفور وغلقت عليه. كنت نسيت باش نقول لكم شويه تاع نعناع يابس، ومن بعد كي تفكرت درت له باي باي باش يطيب مليح. كي تفكرت جبت هنا نعناع يابس ودرته من الفوق. نتوما ديروا نعناع يابس قبل ما تحطوه يفور، وخلطته كامل باش يدخل هذاك النعناع اليابس، وعاود غلقت له وخليته يفور. ما بطاش بزاف هكاك، ماكسيموم 45 مينوت. نتوما من داك وشوفوا على حساب الجلبانه على حساب تاني الرز. هنا وهاو كيفاش جا هنايا بعد ما طاب. جا هاي اللي تحب تزيد تدهنوا من فوقها بزيت الزيتون. شهيتكم ان شاء الله في الجنه، راحكم تجربوها. واللي لحقت معايا حتى لنهايه الفيديو نقول لها ما تنسيش ديري ابوني جيم وكومونتير. تهلاو بزاف بزاف في روحكم. استنوني في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.